مساء الخير، معكم عبد الرحمن بوطيب، مدير عام مؤسس مجلة الرؤى العربية للإبداع والنقد. نحن الآن في فضاء مؤسسة معهد ماجوريل الخصوصي. هذا المعهد التربوي الذي عودنا على الاحتفاء بالشعر في اليوم العالمي للشعر في 21 من شهر مارس. كالسنة الماضية تشرفت بحضور حفل الاحتفاء بالشعر والشواعر والشعراء، وبهذه المناسبة أتقدم كشخص متواضع وكمؤسس لمجلة الرؤى العربية للإبداع والنقد بالشكر الجزيل للإدارة التربوية لمعهد ماجوريل الخصوصي. الفنانة والشاعرة فاطمة بصور الملقبة بمجنونة الحرف والركح، والمناسبة شرط هو الاحتفاء باليوم العالمي للشعر. أقول من أنت أيها الشعر، وأتركه طبعا سؤالا معلقا كيتسنى إجابة من الناس المهتمين بالمجال. لن أقول أكثر من أنني كنت سعيدة جدا وأنا أتواجد في هذا المحراب، هذا الحرم التلاميذي الذي يحتفي بالشعر والشعراء، والمناسبة كما أسلفت شرط أن تتزامن يعني مناسبات متعددة في شهر مارس، شهر الربيع، شهر الخضرة، فهذا ليس بعزيز على الإبداع. أستاذ عادل شمس الدين، أستاذ اللغة العربية بالمعهد ومكلف بالحياة المدرسية بالمؤسسة في إطار الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة ماجوريل. اليوم كان هناك احتفال بمناسبة اليوم العالمي للشعر بشراكة مع مجلة الرؤى، وبحضور ثلة من الشعراء الذين أتتوا فضاء المؤسسة وأبدعوا من خلاله بمجموعة من القصائد الشعرية. بمناسبة اليوم العالمي للشعر، معهد ماجوريل نظم لنا حفلة أو أمسية اللي جاو فيها بزاف الشعراء اللي حنا نفتخروا بهم، وكان نشاط مميز ومفيد جدا اللي استفدنا منه.